هذه الندوة لها طابع خاص، لأن احنا كلنا بنتكلم عن نجيب محفوظ الذي نجح في وصف المجتمع المصري. التاريخ ليس تاريخ فقط للأحداث، ولكنه كان تاريخا اجتماعيا، وكان عنوان الورقة التي تقدمت بها هي نجيب محفوظ والحارة المصرية. يمكن اهتميت أكثر بالأسرة في الثلاثية كنموذج من أعمال نجيب محفوظ للحديث عن شكل المجتمع، التطورات التي تحدث في المجتمع، تطورات اجتماعية مواكبة لتطورات سياسية تتسم بالرمزية. فنجاح نجيب محفوظ ووصوله إلى العالمية بدأ من المحلية، إغراقه في واقعية مصرية نعيشها جميعا، وإن لم نلحق مثل هذه الحقبة ونراها فنقرأ لشاهد عيان. يمكن عملي في إطار الأخبار فدايما نقول يا إما المتحدث الرسمي يا إما شاهد عيان. فكان نجيب محفوظ هو شاهد عيان ومؤرخ لحقب زمنية معينة اجتماعيا وسياسيا، وهنقول ان هي الاجتماعي طبعا هنندرج الى الاسره المصريه. فيها رمزيه كبيره، يعني نتكلم عن سيد احمد، نموذج سيد عبد الجواد، نموذج للحاكم داخل اسرته، وقد ايه هو بيسمح بكل حاجه لنفسه وبيحرم ابسط الحقوق على افراد اسرته. فهنا دي رمزيه. هل المقصود بها سيد احمد والاسره وامينه وست امينه؟ واعتقد كان المغزى اخر لكنه لم يفصح عنه. وبحنكه الفيلسوف، لانه فيلسوف بالفعل ودارس للفلسفه، وكاننا امام فكر سقراطي بمحاورات مختلفه من اجل اظهار بعض الحقائق والمعلومات التي نراها ونعيشها. فهذا ما كتبه نجيب محفوظ، هذا ما أرخ له بالأب بصورته داخل أسرته وصورته الأخرى في السوق، والصورة المختلفة تماما التي يرفض أن يراه عليها الآخر في عالمه الخاص مع أصدقائه في البيوت المختلفة، يعني دون الإشارة بها بشكل معين. ولكن في هذا الجزء الأول احنا بنتكلم في إطار الأسرة، لكنه لم يغفل الحراك السياسي بالثورات، ثورة 19 وغيرها، إلى أن ينتهي الجزء الأول اللي هو بين القصرين بوفاة ابنه في إحدى المظاهرات. فهمي هنا النقلة بتبقى الكسرة، لكن احنا بنتكلم في نفس الوقت اللي فيه ابن كان غير ومختلف وليه فكر وليه تمثيل ومشارك في تغيير هذا المجتمع، لأنه يرى السلبيات. هناك ابن آخر البكري، ده اللي كان بنهج والده لكنه لا يجرؤ على الإفصاح عن هذا. فنحن نتحدث عن جيل آخر، ظلمه لبناته ثقافة مجتمع، تزويجهم زيجات غير مناسبة ثقافة مجتمع. في هذه الحقبة يجوز، لا يعني سوى نفسه. فهنا بنتكلم في نموذج آخر، المجتمع شكله ايه. هنتكلم تاني ان هو زي ما بنقول كده لما نيجي للجزء الثالث في السكرية، الابن الأصغر اللي كان بيتحايل ويتدخل في معالجة بعض المواقف للأب، هو ده اللي ابتدي ينتقل إلى التعامل من خلال وصوله للجامعة هو الآخر، والتعامل مع زميلته من طبقة أرستقراطية بشكل ما. إذن التطور التاريخي داخل نفس الأسرة بأفرادها المختلفين هو نجح في ده، وهو ليه هدف. هو مش بس الأحداث اللي احنا بنقولها، لكن الأحداث دي ليها هدف بتعكس لي التطورات اللي بتحصل في المجتمع، التطورات اللي بتحصل في الدولة نفسها، في مصر، في وطنه، ولكنها بشكل المرآة. هو عاكس ليها، ليس مع وليس ضد.
لكن هذا ما يحدث بالفعل. فده كان فكر نجيب محفوظ، وزي ما قلت ان هو شاهد عيان اهتم بشرح قضايا المجتمع وتوضيحها، ولكن بشكل غير حاكم. ما حكمش، ما قالش ده غلط وده صح، هي دي ده الواقع، ولكم ان تروا الايجابي والسلبي في هذا الفكر. الرمزيه في هذه الثلاثيه مهمه جدا، لان هو بيرمي من خلالها حاجه تاني. فاحنا زي ما قلنا ان هو بيؤرخ لحقبه او حقب زمنيه معينه بتطوراتها المختلفه. نجيب محفوظ لما وصل للحصول على نوبل ما وصلش بمحاكاة الأدب الغربي، لم يتطرق ليه ولا في إشارة من الإشارات أو اقتباس منها أو فكرة أخرى، لكنه أغرق في الواقعية المصرية الخاصة بالحارة المصرية التي يعيها. ومهم جدا إن الكاتب لما يكتب عن حاجة أو قضايا هو عارفها، لأنه هو باحث عن الهوية، هوية مجتمعية، هوية وطنية، هوية بشكل كبير. هو ده من خلاله بيبتدي يوصل الرسالة. الفوكس هنا لما في حد، كان الأستاذة اتكلمت عن حبه لوطنه والكتابة بالحب. هو في لو الواحد يعني دايما بنقول ان احنا بنتكلم في يعني بنشكر من أهدى لنا عيوبنا. هو نقد فقط، هو مجرد طرح للرؤية، وأنا من خلالها أعرف إذا كنت أنا أصبت أم العكس. فده مهم. الطريقة غير المباشرة، مفيش افعل ولا تفعل، لكن هو الواقع هو اللي مش عاجبه يدور على طريقة تانية، وده الاختيار المطروح في الفكر، وده مهم جدا. وفكرة وإن كان في صورة أدب سلس ناعم بلغة مبسطة، مفيش يعني كتير. انا بقف عند بعض الكتاب اللي بيستخدموا بعض المفردات اللي بنبقى عايزين نقول يعني ايه، وهنرجع تاني وكاننا في درس اللغه العربيه، طب اكتب لي بقى معاني المفردات. لا، كل ما كان الطريق في الكتابه ابسط، كل ما كان اسهل، كل ما الرساله وصلت دون تحريف او دون توضيح. مش محتاجين توضيح، هي كده، لان دي رساله سليمه واضحه. احنا نفهمها ازاي؟ ممكن انا افهمها بطريقه، ممكن الاستاذه تفهمها بطريقه، ممكن الاستاذ. اذا هو سايب لنا المجال مفتوح ان كل واحد يفسر بما يراه بخلفيته الثقافيه والعلميه والادبيه، لان هو ما نقدرش نقارن فكره، لان هو بالرغم من وجوده في عصر تنوع كتاب كبار أثروا الحياة الثقافية، إلا إنه هو تميز بطابع ما، وكل واحد منهم تميز بده. فهم ليسوا متنافسين، ولكنهم بالفعل مكملين لبعض، لأن هم بيؤرخوا مع بعض، لكن كل واحد من وجهة نظره. فده يمكن اللي نجح في نجيب محفوظ، وبالتالي كان حصوله على جائزة نوبل هو جائزة للأدب العربي الواقعي الذي مس كل جوانب حياتنا على مدار المراحل المختلفة. فكتير من الروايات هنقول انها تعمقت في الحارة المصرية، وكتير من الروايات الأخرى ان هي تناولت موضوعات أخرى تمس السياسة، تمس شكل الدولة، تمس حاجات كثيرة، لكنها بطريقة أبسط وأسهل، وهي رسائل تتسم أكثر بالرمزية، ولكنها نجحت في أنها تشكل وعي القارئ وتدعو يعني على عتبات فهم وتفسير ما يحدث في مجتمعه، ليتنبأ وليظهر الجديد وليخطط لمستقبل أفضل بناء على المعطيات التي طرحها بالفعل من هذا الواقع. طبعا شكرا جزيلا للأستاذ يحيى رياض، شكرا لإشرافه على إقامة مثل هذه الندوة، وشكرا جزيلا. شكرا دكتورة